الله يحفظك. لا، المعتزلة يقولون بعدم التجسيم، صحيح؟ وش مقصودك بالتجسيم؟ أي أن الله ليس له يد وليس له شو اسمه قدم وليس له، بينما أهل السلف يقولون أن له يد وقدم وله. السلفية يقولون بالجسم، السلفية يقولون أن له جسم أو يقولون بالجسمية، يقولون له يد وله له يد وله هذه ما لها علاقة. احنا نتكلم عن الجسمية. هل السلفية يقولون بالجسمية؟ أعتقد ذلك. ممكن تعطيني مصدر على كلامك أو عالم واحد من علماء أهل السنة والجماعة السلفية قال أن لله جسم؟ عالم واحد. والله أنا سمعت حديث للشيخ ابن عثيمين يتكلم فيه عن الموضوع هذا ويقول إن الله له يد وله. أنا ما تكلمت عن اليد الآن، ما أتكلم عن اليد، أتكلم عن الجسم. هل لله جسم أو هل يوصف الله جل وعلا بالجسمية؟ كيف تقول له يد وله قدم؟ أقول له يد لأنه سبحانه وتعالى قال أن له يد، هو أنا اللي قلت. إيه بس المعتزلة يقول إن هذا ما يهمني المعتزلة. الآن أنا أبغى السلفية، هل قالوا بأن لله جسم أو وصفوا الله بالجسمية؟ أنت قلت نعم، أعطني مصدرا ولا أعطني عالم من العلماء يعني قال أن لله جسم. عندما يقول أن له يد مثلا وقدم، الله جل جلاله هو الذي قال عن نفسه له يد، مو بحنا. احنا نثبت لله ما أثبته لنفسه. هل الله جل وعلا حي؟ أكيد حي. وأنت حي؟ نعم. ممتاز. إذا أنت تقول بجسمية بناء على كلامك. ايوه، يعني كيف يكون له، يعني مثلا كيف يكون بناء على كلامك أنت تقول بما أن لله يد معناه أنه في جسمية. أنا أقول لك أنت حي والله جل وعلا حي، إذا بناء على كلامك يكون الله سبحانه وتعالى بناء على كلامك أن له جسمية. توافق على هالكلام؟ والله أنا اللي أفهم أنه ما دام له يد وله رجل وله عين. طيب أعيد السؤال مرة بصيغة أخرى، هل تعرف في الوجود حي ليس بجسم؟ طبعا لا. ممتاز. إذا بناء على كلامك فالله جسم. نعم. وأنت يعني أنت تقول بالجسمية. أكيد يا أخي، لما تقول يد ورجل يعني كيف حيكون؟ أنت تقول، أنا ما أسألك عن اليد والرجل، لا أنا أسألك عن الحياة. يعني يد ورجل وعينان يا أستاذ يا مسالم، سألتك سؤال منطقي واضح. قلت لك هل تعلم في الوجود حي بلا جسم؟ قلت لي لا. قلت بناء على كلامك لأنك تثبت الحياة لله، فبناء على كلامك أنت الآن تقول يا مسالم أن لله جسم لأنه حي، وأنت لا تعرف في الوجود حي إلا بجسم. قلت لي نعم. يعني أنت تقول بالجسمية، صح ولا لا؟ هذا المفهوم اللي عندي. نعم صحيح. يعني أنت تقول لله جسم حسب الوصف اللي وصلني منك الآن. نعم، أنا أتخيل أن لله جسم. ممتاز. وقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، هذا وش تسوي به؟ والله أنا محتار زيك يا ابن تيمية. أنت كيف تجمع بينها؟ يعني طيب قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا وش تسوي به بعد؟ لما يقول لك يحمل عرش ربك لا يوم تتقل لي الآن، لا تنقز من مسألة طيب إلى مسألة. خلينا في مسألة ننتهي منها. خلينا ننتهي من مسألة إلى مسألة. الآن أنت تقول أنك لا تعلم في الوجود حي إلا وله جسم، مع أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. فأنت قست الله جل وعلا بمخلوقاته فرأيت أن المخلوقات لا يوجد مخلوق حي إلا وله جسم، فبناء عليه افترضت أن لله جسما جل في علاه، فأثبتت الجسمية إثباتا للحياة، وهذا حقيقة ضرب من الجنون. لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون بقولك. أهل السنة والجماعة يقولون لله جل وعلا الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير، أولا ما نمثل، من غير تمثيل، فلا نمثله بخلقه. لا نقول يد كيدي ولا رجل كرجلي ولا حياة كحياتي، وإنما نقول يد تليق بجلاله ورجل تليق بجلاله وجسم وحياة تليق بجلاله. ممتاز. ثم لا نتكلم في المصطلحات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، من ضمنها مصطلح الجسم. لم يرد مصطلح للجسم لا في الكتاب ولا السنة، فنحن لا نثبت ولا ننفي ولا نقول أن الله جسم ولا ليس بجسم. هذه مصطلحات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فلا نمثل ولا نشبه. ما نقول الله جل وعلا يشبه أحدا من خلقه، مثل ما ذكرت قبل قليل أنك لا تعرف مخلوقا إلا حيا إلا وله جسم وبناء عليه فالله جسم. هذا كلام باطل عند أهل السنة والجماعة.
فلا نمثل ولا نشبه ولا نكيف، لا نسأل كيف هي يده، وشلون يده، كيف رجله، كيف يستوي على العرش، هذه كلها ما نسألها لأننا يا لا محمد بن نعرفها. تيمية، سؤال، هل اليد م. حقيقية أم ليست نعم حقيقية؟ نعم، يد حقيقية. طيب كيف تكون يد لحالها ورجل لحالها؟ حتكون في من قال جسد إنها واحد. لها من قال إنها أنت لها تقول له حالها؟ يد بس ما نعرف كيفيتها. نعم طيب أنت لا، كيف ما نعرف التصور اللي عندك؟ كيفيته، ما إيه، نعرف كيفيته. أعطيني التصور. أنا ما شخص أنا جيت توصف لي غير حالي. مطالب كمسلم أن أتصور الرب جل في علاه، أنا غير مطالب بهذا. أنا أؤمن بما ورد ولا أتصور، لأن هذا ما لا يدركه عقلي، ولم أؤمر به ولم يخبرني الله جل وعلا فيه. فأنا غير مطالب أني أعرف ولا أتصور، ماني مطالب بهذا. قل آمنت بالله، فقط المتلقي آمنت. البسيط يا أبو المتلقي خالد، البسيط يؤمن بأن إيه، الله المتلقي لما تقول قادر إن لله، وعالم، وأنه سبحانه وتعالى يغضب، وأنه سبحانه وتعالى يرضى، وأن له يد، وأن له قدم، وأنه جل في علاه القادر. ما هو ملزم العامي انه يتصور. التصور هذا ليس في الذهن، لان الذهن العقل مخلوق، ولا يمكن للمخلوق ان يتصور الخالق، مستحيل. هذا العقل مخلوق، كيف يتصور الخالق؟ ما يمكن. فللعقل حدود، وهذا ما هو من قول اهل السنه والجماعه، هذا من قول جميع العلماء حتى الكفار منهم، بل حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الرب مؤمنين ومقتنعين بأن للعقل حدود. أحسنت. يعطيكم طيب العافية. شكرا لك يا أبو السلام عليكم. سينا.